هل يسقط القرض في حالة الوفاة؟ ولا. ازاي؟ خليني اقول لك. في نوعين من القروض، قرض بضمان المرتب زي اسمه بيكون مضمون بمرتب صاحب القرض، وقرض بضمان اصل زي شهادة او وديعة او عقار. في كل حالة الحكاية بتختلف. في حالة القرض بضمان مرتب القرض متأمن عليه، التأمين هيغطي القرض ومش هيكون في حاجة على الورثة. طب مش متأمن، ممكن الضمان الاجتماعي او الورثة يغطوا جزء من القرض بس مفيش ضمان. علشان كده لازم تتأكد ان قرضك متأمن عليه ومكتوب في العقد يسقط في حالة الوفاة. طيب نيجي لحالة القرض بضمان أصل. هنا البنك عنده الأولوية، هياخد فلوسه من الأصول اللي كانت ضمان للقرض، شهادة بقى، وديعة، عقار، وده كله قبل ما يتوزع الميراث، وممكن يبيع الأصول دي لو لازم الأمر. الملخص المفيد: قبل ما توقع على عقد أي قرض اقرأ شروطه كويس، وتأكد من وجود تأمين حياة يغطي القرض، وعرف الورثة بحقوقهم وواجباتهم بخصوص القروض. وربنا يدينا ويديكم الصحة وطول العمر.